هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فلوج جديد، اعتقد الفلوج ده رقم 123. الفلوج ده مختلف. I'm super excited ليه؟ لاني مسافرة تاني يا جماعة. ايوه انا شكلي حبيت الموضوع قوي، حبيت موضوع السفر والفلوجز بتاعت السفر. بفكر يبقى ده الكونتنت بتاعي بعد كده، بس لولا الدراسة والعيال والكلام ده كله. المهم يا حلوين، طبعا الاجازة اللي فاتت الحمد لله انا سافرت وانبسطت والحمد لله، بس كنت حاسة ان انا طول الوقت بجري ورا العيال، بلبس وبحمي، وكنت حاسة مجهود مش طبيعي. فانا محتاجة الاجازة بتاعت الفصلان، اللي هو انا ما بعملش حاجة، انا مسؤوله عن نفسي فقط. فانا مسافره طالعه السخنه، وان شاء الله تبقى سفريه حلوه. ومين طالع معايا؟ مين؟ مش هقول لكم دلوقتي طبعا، مش هقول لكم. امال فين السسبنس؟ المهم انا عندي شويه مشاوير كده عايزه اروح اخلصها قبل ما اسافر، وبس مش عايزه ارغي اكتر من كده عشان تكملوا معايا السفريه لغايه بكره ان شاء الله. يعني تطلعوا معايا من دلوقتي لغايه ما نوصل بكره كالعاده، يعني الفلوجز بتاعتنا. وبس كده حبايبي، يلا بينا. اول حاجه اروح الصيدليه عشان عايزه اجيب كريم مرطب، واجيب السان سكرين عشان السان سكرين بتاعي خلص، وشويه حاجات كده لزوم السفر يعني. وصلت عند صيدليتي المفضله صيدليه علام، ويلا بينا. جبت حاجه الصيدليه، مدخلها بس العربيه، وفي محل بتاع ملابس رياضيه كده عايزه اخش اشوف فيه زي شيز لونج كده، بس بيبقى ناحيتين كده منفوخين، يعني ناحيه منفوخه من جزء وناحيه منفوخه من جزء تاني، وبتبقى زي كده شيز لونج تحط على البول او على الميه تريلاكسي كده عليها. يا رب الاقيها، لان انا عم بدور عليها كتير ومش لاقيها، فيا رب الاقيها. بس الراجل بتاع الباركينج هيجي لي دلوقتي قاعد مراقبني، ماشي في الشارع عمال يمشي ورايا. اتفضل، شكرا. لاني رحت الصيدليه، وبعد الصيدليه بعد الصيدليه رحت محل تاني جنبها، فلقاني جايه ناحيه العربيه بحط حاجات جوه ورايا، بعد كده لقاني مشيت رجعت المحل فراح جاي تاني ورايا. موضوع السايز ده حاجه صعب، بيبقى ولا ركنك ولا اجي جنبك وانتي ركنتي لوحدك، ولا ادور لك على مكان وعايز فلوس، واللي هو انا حرفيا بديهم عشان اريح دماغي. يعني دلوقتي واحد مشي من غير ما يديله وبيحاسبن عليه اساسا دلوقتي. المهم حبايبي، انا طالعه دلوقتي على السوبر ماركت عشان اجيب شويه سناك بقى وحاجات، لان احنا حاجزين فطار وعشاء، مفيش غير فطار وعشاء. ففي النقنقه دي عارفينها، اللي بتبقى على الميه والبحر وكده، هجيبها انا يعني من السوبر ماركت، ويا رب الاقي في السوبر ماركت المعد دي اللي انا عايزاها. ما لقيتش العوامل اللي انا عايزه اجيبها، نفسي اجيبها قوي، بس هي اكشلي بتبقى موجوده اكتر في الاوتيلات والحاجات دي كلها. لو مثلا اوتيل زي في الغردقه وكده يبقى في اماكن بتبيع الحاجات دي، فبتلاقوهم متوفرين فيهم كتير. خلصت خلاص ويلا بينا على العربيه. احب ابلغكم ان انا اصلا لسه ما حضرتش شنطتي ولا حضرت شنطتي، ولا حضرت اخد ايه معايا، ولا اي حاجه. انا في الحلويات، بس المره دي الشنطه اعتقد هتكون اصغر كتير، لان هم بالظبط 3 ليالي، يعني احنا مش محتاجين نأفور في الموضوع. تاخد ميك اب كده، ديلي ميك اب، سكين كير بسيط جدا، كل حاجه بسيطه جدا. يعني المره اللي فاتت كانت بجد الشنطه كبيره، بس عشان كنت هقعد فتره حلوه، يعني احنا قعدنا 6 ايام تقريبا 5 ليالي، فكانوا حبه حلوين. فبس عايزه اروح بقى، يعني يا دوبك اروح شويه كده، اطلع الشنطه واطلع الحاجات البيسكس، واروح اجيب دي بعدها. يلا بينا، عطشانه وعايزه اشرب عصير قصب. تعالوا نروح نشرب عصير قصب، جه على بالي، او عصير مانجا. انا مش عارفه ليه مؤخرا بقيت بحب المانجا قوي كده، بس مش عارفه يعني. نوصل عند الراجل ونقرر انا هشرب مانجا ولا هشرب عصير قصب. في محل حاجات رياضيه برضو هنا، المحل ده بقى عنده عوامات وحاجات من كده كتير، ميبي نلاقيها عنده. بصوا انا لسه بحاول لاخر لحظه، انا حقيقي السفريه دي انا عايزه انبسط، يعني انا طالعه مش عشان مصيف وكده، انا طالعه عايزه انبسط بجد، فبدور على كل الحاجات اللي تبسطني. لقيتها في المحل ده، بس انتوا عارفين بكام؟ بجد عارفين بكام؟ البتاع ب 1200 جنيه. 1200 جنيه، انتوا متخيلين؟ يعني في حاله من العبط كده في السعر، اللي هو اجيب بتاعي عشان انتخ عليها ب 1200 جنيه ليه يا حبيبي؟
عايزه واحد عصير قصب كبير. عصير قصب حلو مناسب للجو ده. انا بحب عصير قصب قوي، وزمان وانا صغيره كنت باكل قصب كتير، او كنت بحب اكله، بس الواحد بقاله زمن ما كلش قصب، يعني بقالي بتاع 15 سنه مثلا واكتر ما اكلتش قصب. اعتقد ان انتم مبسوطين بموضوع الفلوجز اللي ورا بعضها ده. قاعد جنبي على اليمين كده واحد على موتوسيكل، وقاعد يبص في العربيه ويشوفني اللي هو انتي بتكلمي مين، ومش حاطه التليفون على ودني ولا حاطه سماعه، قاعده بتكلمي مين. فحقيقي نظره الناس اللي بيمسك كاميرا ويصور نفسه ويمشي يتكلم وكده بتبقى نظره اللي هو انت عبيط ولا ايه. يعني هو قاعد جنبي دلوقتي عمال يبص لي اللي هو انت دي عبيطه دي بتكلم مين. القصب وصل، كوبايه القصب دي ب20 جنيه، تمام؟ قولولي انتوا زمان كنتوا بتشربوا القصب بكام ودلوقتي بقى بكام؟ يعني انا من ايام ما كان القصب بجنيه ونص كنت بتروحي عند الراجل بتاع القصب وتجيبي الكوبايه دي اللي هي الكبيره دي اللي بايد، كان بجنيه ونص انا فاكره، فاهمين؟ ومعيلي شويه بقى ب5 جنيه. يعني ده انتوا بتتكلموا في كام سنه؟ ده كنت في ابتدائي تقريبا. القصب وصل ل20 جنيه ويا ريت طعمه حلو زي زمان. يعني هو دي حلوه الصراحه، بس يا ريته بالحلاوه بتاعت زمان. اول كوبايه قصب كانت بكام شربتوها زمان؟ ايا كان زمان بتاعكوا ده فين. يعني زمانكوا ده كان مثلا انت دلوقتي في العشرينات، انت دلوقتي في الثلاثينات، انت دلوقتي في الاربعينات، ايا كان سنك قولي لي اول كوبايه قصب او اول سعر كوبايه قصب كانت بكام. نزول تاني مره هنروح نجيب الديدي من النيرسري، واخده لها موزه بتحبها قوي، ما اخد لها معايا اي حاجه وانا رايحه اجيبها من النيرسري، موزه بقى، كوكيز، اي حاجه تقعد تتسلى فيها على ما اروح من الحضانه. فدايما بحط لها موزه، هي بتحب الموز جدا جدا جدا. فوالله كنت قاعده فوق مش قادره انزل، عارفين قاعده على الكرسي بجد متنحه مش قادره انزل، بس لازم انزل. ناس كتيره ومنك عايش وافكر في حد يرجعلي، بس في زيك كتير. جبنا الديدي، سي هاي سي هاي شطورة. اوكي يا جماعة انا جاهزة، لا جاهزة اني احضر الشنطة، مش جاهزة خلصت، الشنطة لسه فاضية. ومش عارفة ليه حرفيا ده بيحصل. اليوم اللي قبل السفر ببقى تعبانة جدا ومجهدة، مع ان الحاجات اللي انا عملتها النهاردة خلال اليوم عادي بتتعمل كل يوم. ليه النهاردة انا حاسة انها تعبانة ومش قادره؟ وبجد انا كنت قاعده بسقط اصلا، لدرجه محمد قال لي يا بنتي قومي حضري الشنطه. تحضريها امتى؟ انت المفروض قايمه الصبح هتوصلي دي للنيرسري وتطلعي هتسافري على طول، فازاي؟ فقمت بقى عشان احضر الشنطه وحرفيا مش قادره. لا يا جماعه والله انا بجد مش مصدقه نفسي، انا خلصت الشنطه في اقل من ساعه. لبس، طرح، ميك اب، سكين كير، السليبرز، الشنط، وكله في شنطه صغيره. طبعا زي ما انتم عارفين السكين كير والهير كير والحاجات دي كلها في شنطه على جنب عشان هدومي ما تتبهدلش، فكله كف الشنطه الصغيره. انا مش مصدقه نفسي حقيقي. المهم دلوقتي انا اخش اخد شاور لان انا بجد خلاص مش قادره وحاسه جسمي وجعني جدا، فلازم ادخل دلوقتي اخد شاور. وبالتالي كده خلاص الفلوج بتاع النهارده خلص، هنكمل لغايه بكره الصبح اما تعرفوا مين اللي مسافر معايا. وبس كده حبايبي، اشوفكم بكره الصبح ان شاء الله. باي باي. يا صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. يلا النهارده يوم السفريه، وانا خلاص حطيت الشنط في العربيه وجهزت كل حاجه، ودلوقتي رايحه اخد ميار، لان ميار هي اللي طالعه معايا. ايه الاريحيه دي؟ انا كنت عاملاها لكم مفاجاه ميار هي اللي طالعه معايا السفريه دي. كانت المفروض معاها هتطلع معانا هي كمان، بس حصل ظرف كده فما قدرتش ان هي تيجي معانا. دلوقتي رايحه اخد ميار لان سواق اوبر نزلها في حته كده قريبه من البيت عندي، مش عارفه تاه ولا ايه، فانا رايحه اخدها. وهنروح اول حاجه نحط بنزين في العربيه عشان العربيه البنزين اللي فيها قرب يخلص، وبعد كده هنروح نجيب حاجه ناكلها يعني نفطر بيها وقهوه، وبعد كده ناخد طريقنا بقى على العين السخنه مع بعض. احنا المفروض احنا المفروض مسافرين 3 ايام ان شاء الله، فان شاء الله يكونوا 3 ايام كده. اكسكيوز الرزع الكتير ده، بس ده شارعنا يا جماعه، يعني ده شارعنا بيتمرمط. فالمفروض ان احنا حاجزين 3 ايام هنقعد فيهم في العين السخنه، فيا رب يكون الاوتيل حلو. احنا حاجزين في كورال بيتش، الناس كتير بيقولوا عليه ان هو حلو، انا صراحه ما رحتوش قبل كده وميار ما رحتوش قبل كده، فهنشوف ايه الكلام بقى. فيلا خليني اروح اخدها و
نكمل يومنا. وصل القمر ان شاء الله. سفريه ميمونه هنحكي احفادنا عليها يا رب نوصل بالسلامه ان شاء الله يا رب. قلقانه مني عشان السواقه؟ لا شور منين لسه بادئين سواقه مسافرين رايحين ننتحر ان شاء الله. فاحنا دلوقتي نازلين موكا نجيب فطار ونجيب قهوه وبعد كده نتوكل على الله. بإذن الله. يلا بينا. خلاص فطرنا وخلاص حطينا الماب وهنتوكل على الله. قلنا بقى تكون رحله حلوه ولطيفه كده يا رب ونغير فيها جو ونفصل قبل دخلة المدارس يا ميار. قبل دخلة مدارس الاسبوع الجاي يا جماعه. الجروب عمال يعمل تين تين تين. لا انا لسه ما دخلونيش في الجروب عشان انا لسه مدرسه جديده. ما دخلونيش في الجروب. فيلا توكلنا على الله. خد بريك. احنا تقريبا سايقين بقالنا كده ساعة أو ساعة إلا 5 دقايق. هناخد بس بريك ونكمل يعني. الا الضوء شاف في نص في عقلي مسجل. اوكي حبايبي فاينلي وصلنا. ساعتين كانوا كتير قوي. ساعتين كانوا 4 ساعات تقريبا. المهم احنا وصلنا خلاص الاوتيل. هننزل بس الشنط وهنزل اودي العربيه الباركينج ونبدا بقى اليوم بتاعنا. الله تكييف. نعم الله يسلم. انا اصلا مش مركزه مين بيكلمني. اوكي جالنا من غير ما نتكلم. يلا. الدور التاني شمال. excited والله الفندق دخلته حلوه يا رب والله يا ماما. في امل. البنت متفائله. البنت متفائله والريسبشنست لذيذه. البنت جميله. نعمل لكم تور نقفش بس الاوضه ونعمل تور. احنا ما بنقدرش. لا يا جماعه احنا عندنا فيو جامد. لا البنت ظبطتنا. قلنا لها احنا عايزين فيو حلو عشان هنصور. بصوا واو لا تحفه. احنا في وشنا كل حاجه حرفيا. الاكوا بارك هناك. لا واو حلو قوي. لا ميار جاهز يا صاحبي. نسجل حكايه جديده في كتب التاريخ. يلا بينا. يلا. دي الاوضه كده ما شاء الله. الاوضه كبيره واسعه وفي هنا دولاب وده التويلت كده. ف ياي 3. واضح ان الجيران هيبقى كتير الرحله دي.